هسألك شوية حاجات، لو كنت عارف ايه دول هقدر اطمن انك بتطور في نفسك. IoT، AGVs، drones، blockchain، data analysis، Power BI، دي كلها تولز وترندز بقت موجودة النهاردة. الاي بروكيورمنت، الاي كوميرس، لو انت عارف ايه الحاجات دي يبقى تطمن ان انت بتطور نفسك اول باول، انما لو ما تعرفهاش يبقى لازم تاخد هنا وقفة. تفتكر من 15 سنة أو من 10 سنين في السبلاي تشين كانت الناس بتستخدم تولز إيه علشان تعرف إن هي تعمل ديسيجن ميكينج، علشان تقدر إن هي تحلل البيانات وتاخد بيها القرار؟ كانوا بيستخدموا إكسل. النهارده بقى عندنا AI، بقى عندنا باور بي آي، أوكي، بقى عندنا تشات جي بي تي وداتا أناليسيز. فكر الناس كانت بتعمل ديليفري إزاي؟ النهارده بقت أمازون بتستخدم الدرونز وتوصل بيها. الإنترنت أوف ثينجز، الماشين اللي في البرودكشن لاين دي طلعت قد إيه؟ طلعت نسبة سكراب؟ خلصت اون تايم ولا لا؟ ايه الافشنسي بتاعتها؟ انتوا عارفين حتى المعدات في المخازن، انت النهارده كنت تقدر في وقت من الاوقات تقول انا مش عارف المعده موجوده فين، مش عارف اشتغلت ولا ما اشتغلتش. النهارده من التيليماتكس ومن الحاجات الموجوده على الباتريز وعلى النيو ايكويبمنت تقدر تعرف درجه حرارتها، مواعيد صيانتها، التشارجنج ليفلز بتاعت الباتري قد ايه، بالجي بي اس تقدر تعرف هي موجوده فين واشتغلت قد ايه على مدار اليوم، تقدر تحدد انت بتعمل يوتيلايزيشن صح ولا لا. كل الحاجات دي لو انت مش في دماغك ومش بتفكر فيها تعرف انك محتاج تقف وتقول انا محتاج ابص لنفسي شويه. اللي بيقف في المجال بتاع السبلاي تشين مش بس بيثبت في مكانه، ده للاسف الكل بيسبقه. الماركت بتاعنا بيتغير، طبيعه البيزنس بتتغير، اوقات كتير بقى حتى شكل البيزنس موديل متغير. سمعنا عن شركات كتير قفلت محلات الريتيل بتاعتها وبقت تعتمد على الاي كوميرس بزنس والاونلاين سيلز بتاعتها. طب ليه؟ في تشينجز بتحصل في الكونسيومر بيهيفير، الكلاينتس ما بقوش مستنيين نفس اللي مستنيينه زي زمان، بقى عندك جلوبال كومبيتيشن، بقى في اكسبكتيشن مختلفه عند العملاء. لو انت طول الوقت مش هتفكر انك تطور، مش هتفكر انك تحسن، مش هتفكر انك تغير، مش ازاي هتبقى عندك consistent development plan لنفسك وللتولز اللي انت بتستخدمها، فللاسف انت مش بس هتقف مكانك، انت هتتاخر قوي والباقي هيسبقك.